انا صراحه ما اعرف اقول لك شنو. انت محتاج تراجع نفسك وتخلي اللي بتعمل فيه ده. مالي انا فيني حاجه غلط ولا شنو؟ انت كلك غلط في غلط. انت عارف انا قاصده شنو. ايوه، الظاهر انه في ناس مؤثرين فيك شديد، ما داري علاقتنا تستمر. شوف يا محمد، لو انت فاكر انه انا ما عارفه شيء يبقى بتغش على نفسك. ومن يومك يجي زياره لساره هي شكت فيك. أريج. طبعا جبال محمد جا. بالله هو جهله بس ما كلمني. حسيت بيه مرتبك كده ما طبيعي. ما عارفة ماله. لا ما في مشكله. حسيت بيكم زي المتشاكلين أو في حاجة حاصلة بيناتكم. في حاجة؟ لا ما في حاجه. آه. قبل فترة كده برضو أنا كان شفت منه تصرفات وعرفت إنه بضاعة مخدرات. محمد مستحيل. لا ما تتوتري في حاجة زي دي، عادي بتعالج. لا محمد ما بتعاطى. وانا اتاكدت بنفسي وما مستعده انه ارتبط بواحد مدمن بتاع مخدرات وبسببها بقى واحد غشاش. لكن يا ريت ما عارف مشكلتي اول يا اخي، انت ما فهماني. داير تخلي الهباب ده وترجع زي ما كنت زول كويس ومتميز. انت ناقصك شنو يا محمد عشان بتعمل كده؟ انا والله صراحه يا ريت، يمكن دي الحقيقه اللي انا فضلت اهرب منها الزمن ده كله. اريد انا مستعد ابقى زول كويس، مستعد ارجع زي ما كنت زمان، والنشاط والحيويه والدنيا السمحه. لا عشان ما اخسرك يا اريد، مستعد اعمل المستحيل. لا اعمل الحاجه المطلوبه منك، ومهري انك تتوب من اللي انت بتعمل فيه ده وتحترف. اريد اي يا محمد. تبتع. ما لي انا لكن لكل الناس، وتحكي لهم تجربتك عشان يستفيدوا منك. بس أنا يا وليد ما متذكرة إني أنا شفتك في الجامعة. انت عارفة يا وئام، انا لما كنت في سنة رابعة في الجامعة انتوا كنتوا في المستوى الأول. أنت كنت مفتري. انا طبعا من صحباتك ديل ما بعرف زول غير شيراز. أي صحباتي قالوا لي كريد غانوم. عشان كده شكلك جادي. انا ما جدي ولا حاجة، بالعكس انا زول عادي جدا. طبعا ده اللي أنا حسيته. اشكرك، انا واضح في اي شيء. ولا عندك أي لا، انا عندي اصحاب كتار. يعني بتركز على منه؟ طول واضحين بس يا وياهم. أنا سعيدة بك يا وليد. عمل شنو؟ 3 يوم يا عبدو، افهمني انت. انا متفهم اللي بتمر به، بس لازم اقول دي زوجتي يا اخي، حته مني بقول لك ما بقدر اتحمل اكتر من كده. والله الحقيقه يا صاحبي انا مقدر انها زوجتي،
بس أنا برضو صاحبك، أكيد حكون معاك في محنتك دي. طيب يا عبدو، عليك الله، انتوا شاكين في شنو؟ كده وريني. أصبر أصبر. انا ما عارف امشي وين، ما عارف امشي وين. ما شك أنت في أي زول، ما شك في ناس يكونوا خطفوها. يا اخي انا ما عارف اي معلومه، اي معلومه انا ما عارفها ولا عارف اي حاجه. انا راسي شطب عديل يا عبدو يا اخي. ما في أي زول اتصل عليك؟ لا 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 لا، للان ما في زول اتصل علي، وده اللي مجنني. حاصل على شنو؟ أصبر أصبر، الأمور حتتحل. انا امشي وين يا عبدو يا اخي؟ انا امشي وين؟ انا متوتر ومنفعل وما قادر اقعد في البيت، في البيت ما قادر اقعد يا اخي. إحنا مجهوداتنا لسه ما وقفت، وسعيين نجمع المعلومات، وأي حاجة بنوصل لها أنت في الصورة طبعا. اعذرني يا صاحبي. بسم الله يا رب. السلام عليكم، مرحبا، تفضل 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 تفضل. تفضل تفضل يا ولدنا، تفضل. يا عمي أنا جايك لخير، أنا جاي طالب يد بنتك. حبابك ألف، شرفتك. سارة كلمتني، شرفت يا ولدنا. قلت له يعني انا قاعده في البيت بطرطور. لا يا حاجة، أنت الخير والبركة. بنت ابوها، البيت لابوها. اصبري لي، ليه امك ما جت معك يا ولدي؟ والله الحقيقة قلت أكلمكم أول وأفتح أضامكم وبعدين أجيبه. خير يا ابني، كله بزمنه. بنتي دي مهرها غالي. الله يقدرنا يا حاج. عارف مهرها شنو؟ شنو؟ علاج الناس، مساعدة الناس، مكافحة السموم، أولادنا يتدمروا. مخدرات يا ولدي، انت تعرف مخدرات شيء عجيب. ده مهر بنتي، ما دايري مهر، ده مهر بنتي. والله اللي بقت لي، وانا يعني دايرة تبقى فوق، اشوفها فوق، ترفع راسي وسط الناس، وسط القبائل، وسط الاسر، ترفع راسي في السودان الكبير ذات. هي تعالج المدمنين وانتوا تقبضوا على المجرمين.
شكرا على الجو الظريف ده. حاسة برغبة شديدة في الكلام معك. طبعا أنا مندهشة. طبعا أنا يا وليد زي أي بنت عايزة أرتبط بزول يفهمني، لكن أي زول بيكون عنده ماضي. عارفك واضح، وانا ذاتي عاجبني الموضوع حق ده يا وليد. بجد؟ وانا كمان. بجد؟ وانا كمان. أنا عايش تقتلك يا وليد. ألمنا جراح لما تكون أهاتنا نواح محسورة وغايرة مسكونة وثايرة أعماقنا بكلمة لا كلماتنا بالميم والراء النور البكاء وطاف الحتة وزع حسه